نيمار، الهلال يفوز على الأخدود 3-0 ويتصدر الدوري السعودي رسميا. الهلال في المركز الأول ب 23 نقطة، فرق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثاني اللي عنده 22 نقطة، عامل موسم ممتاز. الهلال النهارده تفوق على الأخدود وعمل مباراة أكثر من رائعة. نيمار غاب ولكن حضر مالكوم، حضر ميشيل اللي جاب جون في الدقيقة 10، وحضر سافيتش اللي بيجيب هدفين في الشوط الثاني بشكل رائع جدا. سافيتش واحد من اهم لعيبه الوسط اللي موجودين في الدوري السعودي حاليا، بيقدم كره هايله جدا. النهارده تالق كبير جدا لسعود عبد الحميد بعد غياب فتره كده ما كانش في مستواه، بيعمل مباراه هايله جدا النهارده. مالكوم ظهر بشكل جيد. مترو صحيح ما جابش اهداف لكن عمل اسيست وكان ماشي بشكل جيد في المباراه. كوليبالي ظهر بشكل جيد النهارده. لعيبه الهلال معظمهم عملوا مباراه كبيره وكانوا قد المسؤوليه وقدروا يستمروا في صداره الدوري وبيبعدوا عن الاتحاد وبيبعدوا عن النصر وبيبعدوا عن الاهلي وبيفرقوا معاهم التعاون اللي عنده مباراه قويه الاسبوع الجاي في الدوري مع الاتحاد. هتبقى مباراه صعبه ومباراه كبيره. النهارده الهلال بيستمر في تفوقه، ولكن موضوع ضربات الجزاء في الهلال فيه مشكله كبيره. نيمار بيضيع بيرن قبل كده، والنهارده سالم الدوسري بيضيع ضربه جزاء بيتصدى ليها باولو فيتر حارس مرمى الاخدود، ولكن كان ممكن النتيجه تزيد تبقى 4 وكان ممكن الهلال يزود اصلا السكور. الهلال ضيع فرص كبيره جدا ولكن في النهايه الهلال خد اللي عايزه من المباراه، ال3 نقاط عشان يستمر في الصداره ويأكد تواجده في صداره دوري روشنال قوي جدا هذا الموسم. مبروك لكل جماهير الهلال، مكسب كبير على الاخدود. المباراه القادمه زي ما قلت لكم هتبقى مباراه قويه امام الخليج اللي ماشي في شكل مش احسن حاجه في الدوري. هتبقى مباراه صعبه، مفيش مباراه سهله، ولكن الهلال قد يظهر بشكل جيد جدا في المباراه وقد يفوز ب3 نقاط الا اذا خليج كان ليه راي اخر. الف مبروك لكل جماهير الهلال، 3 بونت مهمين امام الاخدود.